جربي البطاطس بقى بالطريقة دي هتحبيها جدا. معانا هنا صينية حطينا فيها شوية زيت ومعلقة سمنة. نقطع كده شرايح من البصل، كل ده على البوتاجاز على نار متوسطة. نقلب كده البصلة، نحط بقى فلفل ألوان أحمر أخضر مع بعضه كده. الأحمر بيدي طعم كده أحسن من الأصفر بصراحة. نحط بقى هنا كمون، نحط فلفل أسمر، هنحط برضو شوية ملح وتوم باودر. بس كده نقلب بقى الكلام ده في بعضه كده. عايزة اقولكوا والله العظيم الريحة روعة اكتر من روعة كمان. هنقلب كده لحد ما يتبلوا بالشكل ده. هنجيب بقى هنا شرايح البطاطس مقطعة كده، ولا تخينة ولا رفيعة، بس لازم تبقى سميكة شوية بالشكل اللي احنا شايفينه عشان ايه تستوي معانا بسرعة. هاتي بقى التركية اللي هتخلي البطاطس معاكي حكاية جدا. فنجان كده من اللبن، وسيبيه بقى يتشرب كده مع البطاطس والفلفل الالوان والبصل كده. هنشوف صوص كده يعني تحفة جدا. شايفين؟ يعني عايزة اقول لكم والله العظيم على جمال الريحة تحفة، حاجة يعني حكاية. هنجيب هنا معلقة صلصة كبيرة كده، وكوباية ونص من عصير الطماطم. تمام كده. نقلب بقى كل الكلام دوت مع بعضه. وبصي عايزة اقولك يعني حكاية والله العظيم. يعني ولا بقى بصي ولا تقولي كاني ولا ماني. هنغطي بقى الكلام ده كله كده لغاية اما ايه تتشرب كده بقى منها ونحط بقى الشرايح الطماطم كده على الوش. اللبن مخليها معانا حكاية قوي، يعني مخليها معانا كده طرية وجميلة قوي. بصي بقى ولا فرن ولا اي حاجة. شايفين يا جماعة العظمة؟ تحفة والله العظيم جميلة جدا. يعني مخليه البطاطساية، اللبن مخلي البطاطساية كده طرية كده معانا، وفي نفس الوقت كده ايه يعني بتدوب كده في البق يدوب كده. وشكلها حلو قوي 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 بصراحة. ويعني اتمنى تجربوها ويكون الفيديو عجبكم ان شاء الله. وتقولوا رأيكم في الكومنتات، وبقى لو مشتركتوش في القناة اشتركوا فيها ولايك بقى وشير. وشايفين يا جماعة والله عظمة، يعني العظمة لله سبحانه وتعالى، بس هي فعلا حكاية. أتمنى بقى تجربوها وتقولوا رأيكم. أشوفكم على خير، والسلام عليكم.